هلو هلو على أجدع ناس. فيلمنا النهاردة من عالم السحر والخيال، عن واحدة اتقال عنها إنها شريرة، بس الحكاية ليها وش تاني تماما. النهاردة هنحكي قصة ماليفيسنت الجزء التاني، واحدة من أقوى وأجمل حواديت ديزني. بس قبل ما نبدأ حابة أقول لكم إني بحاول أوصل ل1000 مشترك قبل نهاية الشهر، وده مش هيحصل غير بدعمكم الجميل. ولو عجبكم محتوايا وعايزيني أكمل وأطور القناة أكتر وأكتر، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وكمان الكومنت بتاعك بيفرق معايا جدا وبيديني دافع اني اكمل. بيبدأ فيلمنا بعد احداث الجزء الاول ب5 سنين، وبنشوف 3 حرامية وهما بيتسللوا لارض الجنيات، وبيحاولوا يسرقوا كائنات سحرية صغيرة من هناك، وده علشان يبيعوا الكائنات السحرية دي لاشخاص مجهولين بسعر كبير. وبيسرقوا كائن سحري وبيحاولوا يخرجوا من ارض الجنيات بسرعة، لكن فجأة بتظهر ماليفيسنت وبتتصدى ليهم، وبتقدر تخلص على 2 منهم، لكن التالت بيقدر يفلت منها وبيهرب هو كمان مع كائن سحري. وبيروح الحرامي ده للشخص المجهول اللي بيشتري الكائنات السحرية منه، وبيبيعله الكائن اللي هو خطفه. لكن الشخص المجهول ده بيشوف زهرة سحرية اسمها زهرة ضريح، وكان الحرامي أخدها من أرض الجنيات وهو بيهرب. وأول ما الشخص ده بيشوف الزهرة مع الحرامي بياخدها منه على طول وهو فرحان، وبيكون واضح إن الزهرة دي مش زهرة عادية، وأكيد وراها سر كبير. وبيجي تاني يوم وبنشوف الملكة أورورا، وهي مجمعة كل الكائنات اللي في المملكة علشان تتناقش معاهم بخصوص موضوع مهم، واللي هو عمليات الخطف المستمرة اللي بتحصل للكائنات السحرية على أرضها. وبتكون عايزة تعرف مين اللي بيخطف الكائنات السحرية وبيعمل بيهم ايه، لكن للأسف مش بتقدر توصل لأي معلومة، والموضوع بيكون مجهول تماما. وكمان بتكون كل الكائنات خايفة، والسبب عمليات الخطف دي. فبتفضل أرورا تطمن شعبها، وبعدها بتقعد تلعب أرورا مع الكائنات السحرية اللي هم أصحابها، وبيكونوا بيستدرجوها لمكان معين. وأول ما هي بتروح لهناك بتروح تلاقي قدامها حبيبها، واللي بيكون اسمه فيليب، وبيكون متفق مع الكينات إن هي تستدرج أرورا علشان بيكون محضر لها مفاجأة. والمفاجأة دي إن هو بيتقدم لها للجواز، وطبعا أرورا بتطير من الفرحة وبتوافق بدون تردد. وبينتشر الخبر في كل مكان، وبتبدأ كل الكائنات تحتفل بالخبر ده. ومن ضمن الكائنات اللي سمعوا بالخبر اللي هو الغراب اسمه ديفل، واللي بيكون مساعد ماليفيسنت ومقرب منها جدا، ويعتبر دراعها اليمين. وأول ما ديفل بيسمع الخبر ده بيروح على طول يبلغه لماليفيسنت، وهي أول ما بتسمع الخبر ده بتتعصب وبتتضايق، وبتروح علشان تتكلم مع أرورا، وبتقول لها إن الحب نهايته وحشة، وإن هي لازم ترفض الجوازة دي، وخصوصا إن فيليب بشري، وإن هو أمير لمملكة موجودة جنبهم، والعلاقة متوترة بينهم وبين المملكة دي. فبتقول لها أرورا إن فيليب شخص مختلف، وبتطلب منها تثق فيه وتديله فرصة علشان خاطرها هي، وعلشان ماليفيسنت بتحب أرورا جدا وبتعتبرها بنتها، فبتضطر إنها توافق وبتدي فرصة لفيليب. وفي نفس الوقت ده بيروح فيليب لأبوه الملك، واللي بيكون اسمه جون، وأمه الملكة اللي بيكون اسمها إنجريس، وبيبلغهم فيليب إن أرورا وافقت على الجواز منه. فبيفرح أبوه جدا وبيبارك له، لكن بيكون واضح على أمه إنها مش مبسوطة من الجوازة دي، ولا كانت تتمنى إن هي تتحد مع مملكة الجنيات، ولا بتحب الجنيات من أساسه، وواضح أكتر إنها شريرة ومش ناوية على خير أبدا. لكن الملك جون بيكون شخص لطيف، وبيطلب من فيليب إن هو يعزم أرورا وماليفيسنت على العشاء عشان الأسرتين يقابلوا بعض ويتعرفوا على بعض أكتر. فبيوافق فيليب وبيكون متحمس، لكن إنجريس بتسيبهم وبتمشي وهي متضايقة ومتعصبة، وبتنزل للدور الأرضي وبتحرك راس التمثال. وأول ما بتحرك راس التمثال ده بيفتح باب سرداب سري، وبيكون محدش في القصر يعرف عنه حاجة. وبتدخل إنجريس للسرداب ده، وهنا بنكتشف إن هي عندها عمال في السرداب وبيصنعوا أسلحة من الحديد، وده علشان الحديد هو نقطة ضعف الجنيات الوحيدة. وبنكتشف كمان إن هي الشخص المجهول اللي ورا سرقة الكائنات السحرية، وده لأن هي عندها مخترع بيقدر يستخلص مواد سحرية من الكائنات دي علشان يصنع للملكة إنجريس ترياق سحري، ويقدروا يستخدموا الترياق ده في القضاء على الجنيات. وإن زهرة الضريح اللي في أراضي الجنيات هي أكتر حاجة ممكن تساعدهم في صنع الترياق ده، وعشان كده هي والمخترع بتاعها كانوا فرحانين بزهرة الضريح جدا. وبيكون واضح إن إنجريس عندها
عندها خطة شريرة علشان تقضي على ماليفيسنت والمملكة بتاعتها للأبد. وفي نفس الوقت ده بتروح أرورا تطلب من ماليفيسنت إن هي تروح معاها يقابلوا أسرة فيليب علشان يتعرفوا على بعض. وفي الأول بتكون ماليفيسنت رافضة الفكرة علشان البشر اللي في مملكة فيليب بيخافوا من ماليفيسنت، وده لأن هما بيعتبروها شريرة جدا من ساعة ما قتلت ستيفن زمان ولعنت أرورا. ورغم إن هي قتلت ستيفن علشان هو كان بيحاول يقتلها وإن هي فكت لعنة أرورا، لكن برضو الناس شايفاها شريرة، فبتفضل أرورا ورا ماليفيسنت لحد ما بتخليها تغير رأيها وبتوافق إن هي تروح معاها يقابلوا أسرة فيليب. وبالفعل بيروحوا كلهم للمملكة، وأول ما بيدخلوا المملكة كل الموجودين بيترعبوا من ماليفيسنت وبيبعدوا عنها، لكن هي بتتجاهلهم وبتكمل في طريقها لأسرة الملك بدون أي مشاكل. وبيوصلوا كلهم لهناك وفيليب بيستقبلهم وبيرحب بيهم وبيعرفهم على أبوه وأمه، وبيرحب الملك جون بيهم وبيعاملهم بأحسن طريقة. لكن إنجرس مراته بتكون بتتعامل بوقاحة جدا، وبعدها بيقعدوا كلهم يتعشوا وفي نفس الوقت بيدردشوا سوا. لكن بتفضل إنجريس تستفز ماليفيسنت وبتفضل تفتح في المواضيع القديمة زي موضوع ستيفن أبو أرورا، وكمان بتلمح إن ماليفيسنت زمان لعنت أرورا وكانت هتقضي عليها، وبتكون ماليفيسنت متعصبة على آخرها منها، لكن أرورا جنبها عمالة تهديها علشان ما تردش عليها. فبتحاول إنجريس تستفز ماليفيسنت أكتر، وبتقول إنجريس لأرورا إن من اللحظة دي هي هتبقى في مقام أمها علشان تغيظ ماليفيسنت بإن هي هتاخد أرورا منها. فهنا بتفقد ماليفيسنت أعصابها تماما وبتتحول عليهم كلهم لما بتحس إن أرورا هتتاخد منها، وبتقول لهم ماليفيسنت إن الجوازة دي مش هتتم أبدا وإن المملكتين عمرهم ما هيتحدوا نهائي. فبتستغل إنجريس الوضع وبتفضل تقول على ماليفيسنت إنها ساحرة شريرة، وبتأمر الحراس إن هم يحموها هي والملك من الساحرة قبل ما تقتلهم. وفجأة وبدون سابق إنذار بيقع الملك وبيغمى عليه، فبتستغل إنجريس الوضع مرة تانية وبتقول إن ماليفيسنت لعنت الملك. فبتنكر ماليفيسنت الكلام ده كله وبتقول إن هي ما عملتلوش حاجة، لكن للأسف محدش بيصدقها حتى أرورا. وبتقرر ماليفيسنت إن هي تسيب المهزلة دي كلها وتمشي، وبتقول لأرورا تمشي معاها، لكن أرورا بترفض إنها تمشي معاها وبتقرر تفضل مع فيليب وأسرته. فبتتصدم ماليفيسنت من اللي أرورا بتعمله وبتسيب أرورا وبتطير من القصر. لكن وأثناء ما هي طايرة بينضرب عليها طلقة حديدية من واحد من جنود إنجرس، وبتتصاب ماليفيسنت إصابة شديدة جدا وبتقع في النهر. لكن لحسن الحظ بيجي كائن مجهول وبيقدر يطير زيها وبيطلعها من المية وبينقذها وبياخدها وبيمشي. وفي نفس الوقت ده ما بيكونش حد عارف يصحي الملك من الحالة اللي هو فيها، وبتكون أرورا حاسة بالذنب وبتلوم نفسها على كل اللي حصل، وعشان كده بتقول لهم إن هي هتروح تدور على ماليفيسنت وهتخليها تفك اللعنة اللي حطتها على الملك. وبالفعل بتروح أرورا لهناك وبتفضل تدور على ماليفيسنت في كل مكان لكن مش بتلاقيها. فبيظهر ديفل قدامها وبيقول لها إن هو كمان مش قادر يلاقي ماليفيسنت نهائي ومفيش أي حد بيكون عارف هي فين. وتاني يوم بتصحى ماليفيسنت وبتلاقي إن في حد عالج جرحها وبتلاقي نفسها في مكان غريب، فبتقوم تتمشى في المكان لحد لما بتتفاجئ بقبيلة كاملة قدامها من نفس نوعها، والقبيلة دي بيكونوا بيتناقشوا مع بعض وإن في واحد منهم اسمه بورا، وبيكون بورا ده بيشجعهم علشان يحاربوا البشر لأن البشر بيحاربوهم من زمان وبيتمنوا إنهم يقضوا عليهم، وحتى دلوقتي بيهاجموا ماليفيسنت اللي هي تعتبر واحدة من نفس نوعهم. فبيرد عليه جن من الموجودين اسمه كونال، وكونال ده هو الكائن اللي أنقذ حياة ماليفيسنت. وبيقول كونال لبورا إن البشر عددهم كبير جدا وحاليا طوروا أسلحة قوية وصعب إنهم يهزموهم. فبيقول لبورا إن هم معاهم حاجة ما كانتش معاهم قبل كده واللي هي ماليفيسنت، وإن ماليفيسنت عندها قوة جبارة ورهيبة وأقوى منهم كلهم بمراحل وهي الأمل في إنقاذهم. وبالفعل كل الموجودين بيقتنعوا بكلامهم ما عدا ماليفيسنت، واللي بتدخل في اللحظة دي وبتسألهم هما مين وإيه اللي بيحصل بالظبط. فبيطلعوا كلهم من المكان وبيسيبوا ماليفيسنت مع كونال عشان هو اللي هيشرح لها. فبياخدها كونال في جولة في المكان وبيقول لها إن هم يبقوا جن الظلام وإنهم من نفس نوعها ومن نفس سلالتها، والفرق بينهم إن هم اضطروا يعيشوا في أماكن سرية علشان يبعدوا عن البشر وشرهم. وبيوريها آثار الحرب اللي حصلت بينهم زمان وبين البشر، وبيعرف إنهم خسروا في الحرب دي ومن ساعتها وهم مستخبيين. فبتتأثر ماليفيسنت بكلامه وبتقول له إن هم لو حاربوا البشر فهي هتقف معاهم وهتساعدهم، لكن كونال
بيكون رافض إن هم يدخلوا في حرب تانية مع البشر، وبيقول لها إن أكيد في حل غير الحرب وإنهم ممكن يعيشوا مع البشر بسلام. لكن ماليفيسنت ما بتكونش مقتنعة بكلامه، وبتكون واثقة إن هم عمرهم ما هيعيشوا مع البشر بسلام. وفي نفس الوقت ده بنشوف أرورا وهي رايحة للقصر الملكي علشان تتكلم مع إنجريس، وبتقول لها أرورا إن هي مش قادرة تلاقي ماليفيسنت، وبتعتذر لها مرة تانية على كل اللي حصل. فبتقول لها إنجريس إن هي ما ينفعش تعتذر لأن هي ملهاش ذنب في أي حاجة، وإن الحل الوحيد علشان نتخطى كل اللي حصل ده إنهم يبدأوا تحضيرات الجواز. فبتقتنع أرورا بالفكرة، وبالفعل بيبدأوا التحضيرات للفرح، وبيتم الإعلان عن ميعاد الفرح في كل المملكة، وكمان بيعزموا كل الكائنات السحرية في الفرح. وفي نفس الوقت ده بتكون ماليفيسنت موجودة مع كونال، وبياخدها وبيوريها هيكل عظمي لأسطورة قديمة اسمها أسطورة فينيك، وبيقول لها إن كل جان الظلام انحدروا من الأسطورة دي، وإن هي آخر واحدة من السلالة، ودم الأسطورة بيجري في دمها، وعلشان كده هي عندها قوة جبارة مش موجودة عند أي حد منهم. ورغم كده هو مش عايزها تستخدم القوة دي في الشر، وبيطلب منها إنها تتوسط لهم عند البشر علشان يعيشوا معهم في سلام، لأن هي ربت بنت بشرية منهم على إنها بنتها، وتقدر تحل كل الخلافات اللي بينهم وبين البشر. لكن هي بتقوله إن البنت اللي هي ربتها اختارت البشر في النهاية، وبترفض الفكرة دي وبتكون حزينة جدا. وفي اللحظة دي بيدخل بورا وبيقول لكونال إن هو سمع إن في حفلة زفاف هتتعمل في المملكة، وإن ده أنسب وقت يهجموا فيه على البشر ويخلصوا عليهم كلهم ويحتلوا المكان. وفي الوقت ده بتكون ماليفيسنت مصدومة علشان بتقدر تستنتج إن ده فرح أرورا، ومع ذلك بتسكت ومش بتتكلم. وفي نفس الوقت ده بتكون إنجريس بتحاول تغير سلوكيات أرورا وتعودها على الحياة الملكية، زي إنها تلبسها فساتين الملكات وتخليها تاكل بطريقة كويسة وشيك. لكن أورورا بتكون مشتتة وكل تفكيرها بيكون في ماليفيسنت لأنها بتكون مفتقدها جدا. وانشغال إنجريس مع أورورا مش بيمنعها تكمل خطتها في القضاء على الجنيات. وبتنزل إنجريس للسرداب وبتشوف إيه أخبار الترياق اللي المخترع بتاعها شغال عليه، وبيقول لها المخترع إن هو قدر يصنع الترياق، وإن الترياق ده قوي جدا وقطرة واحدة منه كافية لتبخير أي جني مهما كان. لكن المشكلة اللي بتواجههم هي إنهم محتاجين كميات كبيرة من زهرة الضريح عشان يقدروا يصنعوا كميات كبيرة من الترياق. فبتوافق إنجريس بعد ما بتنبهر بمفعوله وقوة الترياق ده، وبتقرر تبعت جنودها يجيبوا كمية من زهرة الضريح. وبالفعل بتبعت عدد كبير من الجنود وبيبدأوا يسرقوا الزهرة دي. والمفاجأة إن ماليفيسنت بتحس بالجنود، وده لأن زهور الضريح هي عبارة عن روح الجنيات اللي توفوا. فبتروح ماليفيسنت على طول هناك علشان توقف الجنود قبل ما يسرقوا كل الزهور. ولكن للأسف لما بتوصل هناك مش بتلاقي ولا زهرة، وبتلاقي إن الجنود سرقوهم كلهم. وفجأة بتلاقي الجنود كانوا مستنيينها وعارفين إن هي هتوصل، وبيبدأوا يضربوا عليها طلقات حديدية. لكن في اللحظة دي بيظهر كونال وبيحمي ماليفيسنت وبياخد الطلقات الحديدية بدلها. والجنود دول بيكونوا خلاص هيخلصوا عليهم هما الاتنين، لحد ما بورا بيتدخل وبيخلص على كل الجنود وبينقذهم. لكن كونال بيكون مصاب إصابة شديدة، فبياخدوه على أرضهم علشان يحاولوا يعالجوه. وبيجي تاني يوم وبيكون ده يوم فرح أرورا، وكل الكائنات السحرية بيروحوا للمملكة علشان يحضروا الفرح. ولما بيوصلوا لهناك الجنود بيدخلوهم قاعة خاصة وبيرفضوا يدخلوا أي بشر للقاعة دي. وفي نفس الوقت ده بيروح فيليب يتكلم مع أرورا قبل ما يجهزوا، وبيفضل يقول لها كلام رومانسي وبيديها زهرة، وبيقول لها إن دي زهرة خاصة أخدها من أمه. والمفاجأة إن أرورا بتكتشف إن الزهرة دي هي زهرة الضريح، وبتبدأ تحس إن في حاجة غلط بتحصل في القصر، وبتقرر إنها لازم تكتشف إيه اللي بيحصل بالظبط وإزاي قدروا يوصلوا لزهرة الضريح. وبتفضل تدور في القصر على أي حاجة تساعدها لحد لما بتنزل للدور الأرضي وبتشوف التماثيل في كل مكان. ولما بتحرك راس التمثال منهم بيفتح باب السرداب السري، وبتنزل للسرداب وبتلاقي كل الكائنات السحرية اللي كانت بتتخطف من المملكة بتاعتها، وبتشوف كل المواد السحرية والأسلحة اللي موجودة في كل مكان. وبتفهم إن الملكة إنجريس ناوية تقضي على كل الجنيات والكائنات السحرية. وهنا بتوصل إنجريس للمكان وبتبدأ توضح كل خطتها الشريرة لأورورا، وكمان بتقول لها إن هي اللي لعنت الملك بالمواد السحرية اللي عندها، وإن ماليفيسنت ما عملتش أي حاجة
حاجة وإنها بريئة، وده لأن الملك كان ضعيف وعايز يتحد مع مملكة الجنيات، إنما هي عايزة تقضي عليهم. وبعد ما بتقول لأرورا على كل حاجة بتؤمر رجالتها يحبسوا أرورا في أوضتها لحد لما تقضي على كل الكائنات السحرية. وفي الوقت ده بتكون ماليفيسنت موجودة جنب كونال، واللي بيكون لسه مصاب إصابة خطيرة وحالته صعبة جدا بسبب الحديد. وبتكون ماليفيسنت متضايقة جدا ومتعصبة على اللي حصل لكونال، وعشان كده بتدي إشارة البورا معناها إنها موافقة على الهجوم على البشر. فبيروح بورا يقول خطاب لباقي الجن وبيقول لهم إنهم هيحاربوا البشر وهينتقموا لكونال وكل الجن اللي البشر قتلوهم، وهيقضوا على كل البشر ومش هيرحموهم مهما حصل. وكل الجن بيوافقوا على كلامه وبيبدأوا يجهزوا نفسهم للحرب. وبعد ما بيجهزوا بيطيروا كلهم ناحية المملكة. وفي الأثناء دي في المملكة بتكون إنجرس جهزت كل الأسلحة الحديد وكمية كبيرة من الترياق، وبتاخد جنودها وبتقفل القاعة الخاصة اللي هي متجمعة فيها كل الكائنات السحرية، وبتدي أمر لجنودها إن هم يبدأوا يرشوا ترياق في كل مكان في القاعة. وبالفعل بيبدأ الترياق ينتشر في القاعة ويقضي على كل الكائنات السحرية الموجودة في ثواني. وبتكون أرورا شايفة المنظر الفظيع ده من شباك أوضتها، وبتقرر إنها تهرب من الأوضة اللي محبوسة فيها، وبتحاول توصل لأي مساعدة أو تعمل أي خدعة في الحراس وتهرب منهم. وبتروح لفيليب وبتحكي له على كل حاجة عن أمه وعن خطتها، فبيصدقها فيليب وبيقرر يساعدها. وفي نفس اللحظة دي بيوصل بورا للمملكة وهو بيكون معاه كل جن الظلام وبيستعدوا للهجوم على المملكة. وبتكون إنجليس مستعدة كويس وبتخلي جنودها يضربوا الترياق على الجن ويقضوا عليهم، وبيكون هم كمان مش متوقعين كده وبيموت عدد كبير منهم، فبيأمرهم فورا بالانسحاب. وبالفعل كل الجن بينسحبوا من المكان، لكن بتكون دي خدعة تكتيكية من بورا، وبيعيد تشكيل الجن اللي معاه من تاني وبياخدهم وبيهجموا من ناحية تانية وبيبدأوا في الاشتباك معاهم. وفي نفس الوقت ده بيكون كونال بيحتضر وعلى وشك ان هو يموت، وقبل ما يموت بيترجاها ان هي توحد البشر والجنيات. وبعدها بيتوفى كونان، واول ما بيموت الغضب والزعل بيتملكوا من ماليفيسنت وهو بيترجاها ان هي تنتقم له. وبنرجع تاني للحرب اللي ما بين الجن وجنود انجليس، وبيكونوا لسه مشتبكين مع بعض ومحدش عارف يتفوق على التاني. وفيليب بيروح لامه وبيحاول يخليها توقف اللي بتعمله، لكن امه بتقوله انك ضعيف زي ابوه، وبتأمر رجالتها ان هم يحبسوه، لكن هو بيقدر يهرب منهم قبل ما يقبضوا عليه. وهو في نفس الوقت ده بتكون أرورا وديب اللي بيحاولوا يفتحوا باب القاعة للكائنات السحرية علشان يقدروا ينقذوا أي كائنات لسه عايشة، لكن الجنود بيدخلوا لهم هما الاتنين. وفي اللحظة دي بتوصل ماليفيسنت للمكان وبتكون متعصبة جدا وبتبدأ تهجم عليهم بقوتها الرهيبة وبتقلب موازين الحرب لصالح الجان. وكمان بتحاول ديفا لدب عملاق وبيفتح باب القاعة وبيحرر الكائنات السحرية اللي لسه عايشة. وبالنسبة لفيليب بيكون عنده القدرة ان هو يقتل بورا، لكن هو بيرفض يقتله وبيقول له انه مش هيقتل اي جان لان ده اللي امه عايزاه وهو مش عاوز غير السلام. فبيستغرب بورا من اللي سمعه وبيسيبه وبيمشي من غير ما يشتبك معاه. وفي الوقت ده ماليفيسنت بتقدر تخلص على كل الجنود تقريبا وبتروح ناحية انجليس علشان تقتلها، وقبل ما تقتلها بتدخل أرورا وبتترجى ماليفيسنت ان هي توقف اللي بيحصل. فبتستغل انجليس ان أرورا مشغولة مع ماليفيسنت، وبعد كده بتشوف السهم وبتبعد أرورا وبتتصاب مكانها. والمفاجأة ان السهم ده بيكون فيه الترياق اللي بيقضي على الجنيات، فبتبدأ ماليفيسنت انها تتبخر وبتتحول لرماد قدام عيون أرورا، واللي بتكون مصدومة ومنهارة من العياط. وبمجرد ما بتتبخر ماليفيسنت بتعلن انجليس ان خلاص ماليفيسنت ماتت، لكن اللي بيحصل غير متوقع وحب أرورا لماليفيسنت بيقدر ينقذها تاني، وده بعد ما دموع أرورا بتنزل على رماد ماليفيسنت. وبسبب الحب اللي بينهم بيتجمع الرماد من تاني وبتتجمع ماليفيسنت من تاني وبترجع على شكل الأسطورة القديمة فينيكس. وبتكون إنجليز بتشوف اللي بيحصل ده وهي مرعوبة وخايفة جدا، وعشان كده بترمي أرورا من فوق المبنى عشان تشغل ماليفيسنت عبال ما تهرب، لكن ماليفيسنت بتنزل ورا أرورا بسرعة وبتنقذها. وإنجليز بتحاول تهرب في الوقت ده، لكن بتتفاجئ إن بورا وأصحابه من كل مكان بيحوطوها. وبتقرر ماليفيسنت إن أحسن عقاب لإنجليز إنها تتفرج على المملكة وهي ماذا، وبتوصل أرورا لعريسها في حضور كل البشر وكل الجنيات. وبكده تكون ماليفيسنت قدرت توحد المملكتين والشعبين مع بعض. وتاني يوم بتروح ماليفيسنت لأورورا وفيليب وبتقول لهم إنها تروح تعيش في أرض الجمع اللي عايش فيها باقي فصيلتها، وبتودعهم وبتقول لهم إنها ترجع لهم تاني بعد ما يخلفوا. وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وكمان تقدر تقترح علينا أفلام تانية. وسلام.